اقعد بس، مالك؟ في حاجه حصلت معاها فوق ولا ايه؟ شكلك متضايق. تلاقيك طبعا اتكلمت معاها في موضوع الشغل، صح؟ ما عجبهاش كلامك. ما تشغليش بالك انت بس يا عايده، كل لقمه بس. انا مش عايزاك تبقى قاعد متضايق ابدا، مفيش حاجه مستاهله زعلك. عموما اهدى، مش لازم تتكلم دلوقتي خالص. هجيب لك غدا حلو سخن مولع طازه معمول دلوقتي، مش مركون من الصبح، وبعدين نتكلم. في ايه يا ابني؟ ما تحكي لنا انا واختك، مالك؟ احنا ستر وغطا، ده احنا عايشين في بيت واحد، مالك في ايه؟ ده اخر كلام عندي. انا هطلع اقعد عند امي، وانتي فكري يا بيتك وجوزك والحياه الطبيعيه اللي انا اتربيت عليها في بيت اهلي، يا شغلك. هي دي طريقتك في النقاش؟ انت بتخيرني ما بين الشغل او انت؟ هو ده اوبشن ينفع اصلا؟ ثواني، انت رايح فين؟ انا بكلمك. انت هتسيبني وتروح تبات عند مامتك؟ طب وانت زعلان كده ليه؟ على فكره انت ما قلتش كلمه غلط، اي راجل في مكانك كان هيخيرها نفس الاختيارين دول. وبعدين انا ست وبقول لك، اي ست لو اتحطت في موقف زي ده طبيعي ان هي تختار بيتها وجوزها. لو مراتك بقى ليها اختيار تاني دي حاجه ترجع لها. وانا عايزاك تبقى فاهم حاجه، انا مش خرابه بيوت، بس ده وضع طبيعي، مين اللي هيقبل باللي هي عايزاه ده؟ وبعدين كلام بيني وبينك، انت لسه على البر، لو ما صلحتش دلوقتي هتصلح امتى؟ ولو مش عاجبها الوضع زي ما دخلتوا بالمعروف اخرجوا بالمعروف. ولعلمك انا ما بتمناش الشر لحد ولا بخرب بيوت حد ولا بحب اتدخل، بس اللي هي تطلع خسرانه، هي ولا معاها عيال ولا لينا، يعني زي ما دخلت هتخرج، خليها تقرر. ده احنا لسه بنقول يا هادي هشيل هم حاجه لسه ما حصلتش، وبعدين احنا بقالنا 6 شهور متجوزين. ربنا يا ابني ما يجيب انفصال ولا يجيب طلاق، بس انا عايزاك تبقى فاهم حاجه، مراتك على ما تعودها زي ما ابوك عودني عود مراتك. وبعدين بصراحه ما هي اختيارك، انا كم مره جبت لك واحده من صحابي صغيرين في السن، ولا حقق ذاتي ولا اشتغل ولا بعمل، هتبقى اللي انت عايزه وانت اللي اخترت. اختك كده كده قالت كل اللي انا عايزه اقوله، وربنا يعمل لك اللي فيه الخير. وطالما انت صح وبتطلب حقك يا ابني ما تخافش من حاجه، سيبها على ربنا. عموما ما تزعلش نفسك، انا ما اتمنالكوش حاجه وحشه ابدا، وربنا ان شاء الله يقدم اللي فيه الخير. ولو حصل اي حاجه لا قدر الله، البنت دي اصلا ما كانتش من الاول شبهنا. احيانا كتير هنعمل حاجات لمجرد ان اللي حوالينا اقنعونا ان هي الصح وزنوا على ودنا. عشان كده لازم تدافع عن اختلافك، مش عشان تبقى مميز او منفرد، عشان تبقى نفسك.